تبقى مصيبه لو ما سمعتش الفيدباك بتاع فاطمه. لا انت كان وزنك ازيد وانت ما بالظبط. كنتيش بتاكلي، فانت لما بقيتي تاكلي بقيتي تخسي. بقيت اخس برضه. ايوه ما كنتش عارفه انا كنت عامله كده ليه في نفسي. ايوه. بدات اشوف نتائج فعلا في جسمي، مش بس كشكل، بس كمان بدا يطلع لي الماسلز بقى، بدات تزيد، وكنت عايزه ازود بقى اكتر بقى. بدات اشوف ان الناس اللي مش بتاكل دي يعني مش عايشه فعلا، لا هي فايتها حاجات كتير قوي. الركبه الحمد لله اتحسنت كتير قوي. كان في تمارين كده كنت بتديهاني انت في الموبيليتي في الاول، كانت هي اصلا للتاهيل يعني للركبه. حابه تقولي حاجه لجمهورك؟ والله العظيم والله ما تسيبوش نفسكم للحاجات دي خالص، ودي مش هتوصلكم، هتوصلوا الريزلت حاجة مؤقتة، بس صحتكم هتروح معاها والله العظيم. بعد كده هترجع تاني، اصلا هترجعوا ازيد واوحش في كل ده. انجوي الرحلة بس، يعني انت كده كده هتتحسن، بس انجوي، هي هتاخد وقت كده كده، بس الريزلت بتاعتها احسن بكتير. فما تقعدش برضو تفكر في الريزلتس اللي هو هوصل امتى، بس استمتع بكل حاجة انت بتعملها دلوقتي فيها. احلى كلمه اتقالت والله العظيم. خطيره فاطمه، خطيره. مبسوط ان انا اصطبحت بيكي.